مسلح حوثي في إيران واليمن. اتهامات يمنية تزامنت مع اتهامات أخرى أمريكية، حيث أفادت مصادر عسكرية أمريكية باعتراض 4 شحنات أسلحة من إيران إلى اليمن منذ شهر أبريل العام الماضي. ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة. الخبر ليس بالسبق ولا بالجديد، إلا أن الكشف عن حذافيره يزيد من ثقل ملف الاتهامات الموجهة ضد الحوثيين وحلفائهم الرافضين للسلام، ويعزز من صحة تلك الاتهامات أمام الرأي العام الدولي. الجهة التي تتهم هذه المرة القوات الأمريكية التي أكدت أنها اعترضت 4 شحنات أسلحة مرسلة من إيران إلى الحوثيين وأتباعهم في اليمن. الشحنة المرسلة كان من المفترض أن يتسلمها الحوثيون دعما لمعركتهم التصعيدية مع الحكومة الشرعية والتحالف العربي، تهمة مثبتة أمريكيا سبقتها قبل أيام اتهامات مماثلة ربطت وبشكل وثيق بين الحوثيين وحليفهم الأقوى والأساسي في المنطقة إيران. خيوط كان قد كشف عن المزيد منها رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر في تصريحات أكد فيها وجود أدلة ملموسة تثبت قيام إيران بإرسال خبراء إلى اليمن بالإضافة إلى تدريبها ل6,000 مسلح حوثي. ووفق المسؤول اليمني مراكز تدريب الحوثيين الإيرانية تعدت الأراضي اليمنية ووصلت إلى إيران وبيروت. الحرب في اليمن لم تبدأ في مارس من العام الماضي قال المسؤول اليمني، بل قبل ذلك بكثير. وفي تفاصيل أكثر دقة تمتد بعض خيوط الاتهام إلى عام 2011. في هذا العام وفق ما أعلنته مصادر يمنية بدأ الحرس الثوري الإيراني مشروعا لتدريب وبناء قوة بحرية للحوثيين. معسكرات خاصة أقيمت لهذا الشأن بهدف بناء قوة بحرية حوثية مماثلة لخلايا حزب الله البحرية. القوة الحوثية بدأت بتدريب 150 مسلحا نقل معظمهم إلى جامعات ومعاهد إيرانية لتدريبهم على استخدام الأسلحة وتكتيكات المناورات كافة. تشير المعلومات وتؤكد على أن حكومة وأجهزة استخبارات الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح كانت على اطلاع بكل هذه التحركات، إلا أنها لم تفعل شيئا حيالها. خططت إيران من حينها لاستغلال الفراغ والضياع السياسي للبدء بعمليات تهريب واستقدام الخبراء والسلاح إلى الجزء الشمالي من اليمن عبر البحر في تحركات أسست وساهمت بإسقاط صنعاء على يد الحوثيين. وما تلاه من معارك في تعز وغيرها وما يجري حتى اليوم على الأرض كما في البحر ليس إلا تتمة لمخطط إيراني سعت طهران لتكريسه بتوقيع اختارت أن تموهه في اليمن باسم الحوثيين. معنا من واشنطن الباحث السياسي اليمني أحمد الصالح. مساء الخير سيد الصالح، كيف تفسر عدم اتخاذ واشنطن لتدابير حاسمة بعد اعتراض بحريتها هذه الشحنات المهربة من إيران إلى اليمن؟ أسعد الله مساءك ومساء المشاهدين الكرام. أعتقد بأن هذا سؤال كبير ومحير جدا. في السابق كانت الحكومة اليمنية قبل دخول الحوثي إلى صنعاء ترفع تقارير دائمة وتتهم إيران علانية بأنها هي من تقف خلف تدريب الميليشيات والخلايا التابعة للحوثي ولبعض الناس الخارجين عن القانون، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتفاعل مع هذه الأصوات أبدا. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وجيشها في المنطقة يؤكد بأنه هو من ألقى القبض على 4 شحنات، وبالتالي هذا دليل إضافي كبير جدا يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتعامل معه بإيجابية وأن تتخذ العقوبات اللازمة التي أثبتت ماديا بأن إيران من تقف خلف هذه كل أعمال الفوضى في المنطقة، وهو اختراق صريح جدا وعلني لقرارات مجلس الأمن السابقة التي منعت تمويل الميليشيات وحتى الجيش اليمني السابق بأي أسلحة في فترة السابقة. فبالتالي الحكومة الأمريكية وضعت نفسها اليوم بعد الإعلان عن القبض على هذه الدائرة ليست حسنة في الحقيقة، لأن
لم تثبت أي تفاعل مسبق حول الاتهامات السابقة التي كانت الحكومة اليمنية توجهها دائما وأبدا. وعلى فكرة أعتقد بأن هذه الشحنات هي يعني غيظ من فيض. هناك كثير من الشحنات أعتقد بأنها وصلت سابقا إلى الحوثيين، وأثبتت المعارك والقبض على مخازن أسلحة وبعض الصواريخ التي سقطت في المناطق سواء في الجنوب أو في الوسط أو حتى داخل الأراضي السعودية بأن الأسلحة هذه أسلحة إيرانية. وحاولت الحكومة اليمنية جاهدة بإقناع الإدارة الأمريكية وبعض الدول العالمية المشاركة وعلى رأسها روسيا أيضا بأن إيران هي من تمول هذه الجماعات وهي من تقف خلفها. اعتراف وإعلان الولايات المتحدة بأنها اعترضت هذه الشحنات من الأسلحة، هل يشي بأنها ستغير من نهجها في التعاطي مع إيران من جهة ومع الأزمة اليمنية؟ للأسف الشديد الإدارة الأمريكية تتعامل مع الحوثيين الذين ممثلين إيران في المنطقة لا كطرف سياسي، ولا تتعامل معهم على أساس أنهم متمردين في الأساس. ولا أعتقد بأن هذه الشحنات سوف تكون هناك ردة فعل أمريكية تجاه إيران الممولة لهذه المنطقة. لكن السؤال الكبير هو أن أثبتت إيران بأنها لا تهم الشعب اليمني في الحقيقة، ولو أنها حرصت على إيصال مثل ما على إيصال المساعدات الغذائية والدوائية على الأقل للناس في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي الذين يعانون اليوم من المجاعة والفقر وغيرها من الأمور، كما تحرص على إيصال الأسلحة، لا أثبتت بأنها مع الشعب اليمني. لكن هذا دليل آخر بأن إيران تسعى إلى خلق فوضى في المنطقة ودعم المناطق تلك والميليشيات بأدوات الموت، وهي بعيدة كل البعد عن أدوات الحياة، لأنها لم تدعم المواطنين في تلك المناطق التي يسيطر عليها الحوثي حتى بكيس دقيق منذ انطلاق عاصفة الحزم إلى اليوم. وبالتالي يجب على العالم كل العالم بأن يصنف إيران بأنها هي جزء كبير جدا من صناعة الإرهاب في المنطقة، وهي ممول أساسي. ومثل ما ذكر تقريركم هي لم تكن وليدة اليوم أو الأمس أو السنة التي حصلت فيها الحرب، ولكنها كانت تمول الحوثيين وتدربهم على سنوات طويلة خلت. وأثبتت كل الوقائع على الأرض والقبض على مدربين إيرانيين في المنطقة أيضا. وهذا سؤال كبير جدا ويجب على الجميع أن يوقف ضد إيران بحزم. شكرا جزيلا لك أحمد الصالح الباحث السياسي اليمني من واشنطن.